بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى كامل الأمة الإسلامية، إن شاء الله يفوت عليكم بالصحة والهنا إن شاء الله. اليوم راح نشارك معكم مملحة نديرها بالعجينة المورقة ولا فارس نتاع الفيونداشي وكريمة الجبن، يعني حاجة خفيفة مملحة بزاف بنينة. وراح نشارك معكم ثاني طريقة نتاعنا احنا في الشرق كيفاش نديروا الكسرة، وفي بالتحديد في ولاية باتنا كيفاه نديروا الكسرة نتاعنا، لانه الكسرة من بلاصة لبلاصة تختلف، والشرق يختلف بزاف على الغرب لانه الغرب يديروا المطلوع. احنا في الشرق نديروا الكسرة يتشابهوا يعني في شويه حوايج، بصح المطلوع يديروه بالفارينة ويطيبوه اكثريه في الفرن ويديروه بزاف جاري. اما الكسرة نتاعنا نطيبوها في الطاجين، ودوك تشوفوا الطريقه نتاعنا. بالي الناس الشرق كامل يعرفوا الكسرة نتاعنا، اما ناس الغرب فيهم بعض الناس اللي مازال ما يعرفوش شويه الكسرة نتاع الشرق. دوك نشاركها معكم ثاني. نبداو بالطبق تاعنا. قلت لكم درت بصله قصيتها رقيقه، ودرت الفيونداشي، ودرت توابل، درت توابل اللحم، درت توابل الجبن، درت شويه كزبر وشويه ثوم بودر. خلطت كل شيء مليح، ومن بعد درت الملح غير شويه، ما كثرتش كعادش. راح ندير فيها الفرماج مالح والزيتون مالح، فما درت غير شويه ملح باش ما يطيبش اللحم تاعنا صامت. تحركوا مليح، تحاولوا تفكوا هذاك اللحم على بعضه، لازم يرجع ما يبقاش مكتل هكا. شوفوا معايا، تبقاو تحركوا حتى تنحيولوا كامل الكتل هذوك، ويطيب على نار خفيفه ماشي نار قويه باش ما ينشفلكمش. يعني الفيونداشي يطيب على نار ناقصه. هنايا كنت درت بطايا اورت ناتور، مع كانت عندي شويه كريمه الجبن. المره الجايه ان شاء الله نشارك معكم كريمه الجبن اللي نخدمها. كانت بقيت لي شويه، زدت معاها بطايا اورت ناتور. ودوك نزيد هنايا مغرف نتاع جبن طري، جبن ماشي تحضيره جبنيه، تحضيره جبنيه كيما على بالنا كامل ماشي صحيه وماهيش بنينه كيما الجبن. هنا تخليوها على النار حتى توصل للقوام، يعني ما تكونش سائله بزاف وما تكونش ناشفه، يعني شوي لانه راح تدخل الفور وراح تزيد تنشف شويه. زعما نديروها وما نديروهاش سائله باش ما تسيحلناش. هنا جيت العجينه المورقه اللي كنت خدمتها من قبل، شفتوا الفيديو كي خدمتها. هنا كنت نحل فيها، ولازم نحلوها رقيقه ماكسيموم، يعني تحلوها رقيقه. من بعد حنديروا زوج طبقات نتاع عجينه، يعني حنديروا طبقه تاع عجينه، طبقه تاع حشو، ونعاودوا طبقه نتاع عجينه. هذه المملحه بزاف سهله، سيرتو لي عندها عائله كبيره، يعني بدل ما تبقاي تخدمي بالحبه وشحال من حبه راح تخدمي، هذه في صينيه وتقصيها، يعني تجي بزاف سهله. تقدري تخدمي مام 2 صينيات 3 صينيات، مش راح تدي معك الوقت نهائيا. ديريها للفطور وتبقى لكم مام للسحور. هنا حليت العجينه نتاعي كما كنتوا تشوفوا رقيقه، ودرت ورق الزبده في البلاطو، ولحت حطيت العجينه تاعي. ودوكا جيت ندير في الفيونداشي اللي طيبته مع كريمه الجبن والفرماج، ونمشيه. لازم نخليه يكون البلايص كامل كيف يعني يكون مستوي، توزعيه متساوي في الجهه كامل، ماشي جهه طالعه وجهه هابطه. لازم تفرقيه مليح ويجي سهل، يعني مش صعيب. ونسيت باش نقول لكم، لازم الحشو تاعكم يبرد، يعني كي تكملوا طيبوه خليوه يبرد وانتم تروحوا تفتحوا العجينه نتاعكم. ما لازمش يكون سخون باش ما يفسدلكمش العجينه المورقه نتاعكم. هو ما يجيش فيها توريق بزاف، تجي خفيفه ويجي فيها قرمشه. هنا مانيش محتاجه بزاف توريق. هنا درت شويه مايس، زدت شويه زيتون خضر قصيتو رقيق، زدت دبشه ومعدنوس او كي راح المقطع كي درتهم. وهنايا زدت فرماج رابي. علاش زدت دبشه ومعدنوس؟ لانه نسيت ما لوحتش في الفيونداشي الدبشه والمعدنوس، وانا لازم نلوحهم فزدتهم غير من الفوق. وزدت الثاني فرماج رابيتو كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نروح نحل العجينه الثانيه. الطبقه الثانيه نتاعي زدت فتحتها هي نفتحها رقيقه، ونديرها طبقه فوق الحشو نتاعنا.
قلت لكم هذه المملحه بزاف سهله وتخرج لك كميه كبيره وكيما نقولوا تشبع، تاكلي حبتين ولا تشبعي. يعني العوائل الكبار اللي عندها الاولاد بزاف، اللي عندها عائله كبيره، كاينه ساكنه في دار شيخها ولا حاجه، هذه المملحه بزاف سهله، تنقص عليك اسهل من البوراك، والله اسهل. سيرتو كي تكون العجينه مورقه طبعا واجده، كي تعود مش واجده العجينه المورقه راح تغبنك شويه باش تخدميها وتخدمي هذه تدي الوقت. حليتها كما راكم تشوفوا، حطيتها في فوق الحشو بكل سهوله، سهله مهله. تضغطوها على الجوانب باش ما تفتحش معاكم، ما درت لا ما لا والو، غير بيدي برك ضغطتها مليح على الجوانب. والعجينه مورقه باش تفتحوها لازمكم الفرينه باش ما تلصق لكمش في البلان دو طرافاي، لازم ديما ترشوا الفرينه. ومن بعد حنروح نجيب البيضه تاعي اللي حندهن بها من الفوق، ندهن كامل العجينه. ومن الاحسن اني نوصيكم ما تقصوهاش، لانه كان تقصوها وتحطوها وما كامل يقول لك زعما اللي تجي هذه ستيل كوكا هكا لازم تتقص وتلح في الفور. بصح كي تقصوها وتلوحوها في الفور راح كي طيب راح تتكمش ويولي الحشو تاعكم يخرج لكم من العجينه. ها هي النتيجه كما راكم تشوفوا. قلت لكم ما تقصوهاش، طيبوها ومن بعد قصوها بالموس تاع المنشار، راح تجي هايله كما راكم تشوفوا، بزاف جات بنينه. و دوكا حنشارك معكم وصفه تاع الكسره اللي قلت لكم عليها. هنايا جبت لك درت دقيق زوج يدين هكاك صغار، انا حندير قرصه واحده برك، درت لها زوج مغارف خميره، زوج مغارف سكر، وزوج مغارف صغار ملح، ولا تقدري ديري مغرف ملح، ودرت السانوج. وهنايا بديت نلم فيها بالماء يكون دافي مليح، مش يسخن بصح يكون دافي، لانه الكسره تاعنا هنا ولا العجينه تاعنا لازم تخمر. هنا كانت غبنتني القصعه، كانت تتحرك لي بزاف، ايا نحيتها وبديت نخدم ديريكتومون في فوق الرخامه، نعجنها. الرخامه تعاون بزاف في العجين، نعجنوها ونزيدوا الماء. ماشي من المره الاولى حنا نديروها جاريه، حنا نبقاو نزيدوا في الماء تدريجيا، نعجنوا ونزيدوا الماء، نعجنوا ونزيدوا الماء حتى نحط خفاف، تولي العجينه تاعنا خفيفه وتتلاصق شويه في اليد، ماشي جاريه حتى نعياو نتحكموا فيها، يعني تولي خفيفه وتلصق شويه في اليد. فمك نحبسوا، لانه من بعد كي تزيد تخمر حتزيد تطلق روحها شويه. ما ديروهاش ثانيه يابسه، من بعد الاخرى تاعكم ما تجيش هشه، ما تجيش طريه، ما تجيش خفيفه، تجي معجنه. هي عندها قوام معين، عندها دوك تشوفوا معايا كيفاش كنا قلت لكم القوام اللي توصلوا له بالماء. كاين الناس الغرب يقولوا لنا الكسره تاعكم تخدموها يابسه، لانه المطلوع يديروه بزاف سائل، بصح هي ما تجيش يابسه. دوك شوفوا عندها قوام معين لازم تلحق له. شوف تلاصق شويه في اليد، ها خفيفه ومايش هذيك السائله كيما المطلوع. بالمناسبه انا المطلوع جامي جربت درتو، ما نشوفوا هكا فيديوهات كيف يديروه بصح ما درتوش، نجيبو من برا ناكلو بصح ما خدمتوش، ما جربتش طون نخدمو، خفتو. الكسره تاعنا ورانا معاها دوكا مازال ما جربتش مطلوع. هنايا غطيت الكسره تاعي نخليوها تخمر المره الاولى، ومن بعد كي تخمر كيما كنت تشوف فيها نعاودو نجيبوها نهبطوها ونعاودو نخبزوها، نعجنوها المره الثانيه كيما راكم تشوفوا، نعجنوها مليح. راكم تشوفوا فيها كيف خفيفه وتلصق شويه في اليد. نعجنوها كما راكم تشوفوا. الخطره الثانيه كي نخمروها في صرفيطه، ما خمروهاش ديريكتومون في القصعه، لانه باغيين نخبزوها، يعني كي تخمر تعاوننا في الخبيز تاعها باش تجي دويره وتجي معدوله. نخبزوها احنا فوق صرفيطه طرشونه، كل واحد كيف يقولها، نقولوا صرفيطه. نخبزوها كما راكم تشوفوا. هاي تلصق شويه في اليد، لانه قلت لكم درتها نحبها تجي خفيفه، حباش تجي معجنه. نخبزها كما راكم تشوفوا. تقدري تعاوني يدك بشويه فرينه ولا شويه دقيق، سيرتو اذا كانت تلصق بزاف. انا ما كانتش تلصق بزاف يعني كنت قادره نخبزها بلا دقيق وبلا فرينه. ديروها رقيقه لانه راح تطلع. نكملوا نخبزوها ونخليوها تطلع للمره الثالثه باش نطيبوها.
قلت لكم كل دار كيفاش يحبوا الكسرة تاعهم، كان اللي يحبوها خشينة، كان اللي يحبوها رقيقة، يعني كل واحد يدير كيما يحب. تبدا تنفخ ندورها ونزيد نعاود نقلبها، وهاي الكسرة نتاعنا ونحوشيوها. واش معناتها نحوشيوها؟ معناتها نطيبوها على الحاشية تاع الطاجين من الجوانب تاعها باش طيب الجناب. وهاكم تشوفوا الكسرة نتاعي كيفاه جات، الله يبارك، خفيفة كيما راكم تشوفوا. ودوكا حنروحوا للموضوع نتاعنا. قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب هو الخليفة الثاني بعد أبي بكر الصديق. استلم خلافته في السنة 13 للهجرة، واستمرت خلافته مدة 10 سنوات. أوصى أبو بكر بعمر خليفة، لم يجعله هو الخليفة بل أوصى الناس بعمر، ولم يصبح عمر خليفة إلا بعد بيعة الناس له. النبي صلى الله عليه وسلم ساهر عمر بن الخطاب بالزواج من ابنته حفصة. وقد ثبت في حديث عن النبي، حديث حسن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. أخرجه الترمذي. فقيل أن إسلامه جاء من خلال هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تقبل الله دعاء الرسول وأعز الإسلام بعمر. وأعز الإسلام بعمر لأن عمر وحمزة عم الرسول هم عندما أسلم جهر بالإسلام، وأصبح يعلنان ذلك في قريش. مع أن إسلام عمر رضي الله عنه تأخر إلى غاية السنة 6 للدعوة، وكان ترتيبه 42، أي أسلم قبله 41 شخص. وهاجر عمر ومعه 20 مهاجرا ومهاجرة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. في خلافة عمر كان أول من وضع التقويم الإسلامي. والمقصود بوضع التقويم الإسلامي هو ليس الأشهر محرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني، كل هذه الأشهر كانت موجودة قبل الإسلام، وإنما جمع الصحابة وقال متى تبدأ هذه السنة. فبعضهم قال منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال علي قال منذ هجرة النبي، ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فاختار عمر أن التقويم يبدأ منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح هنا التقويم الهجري يبدأ من هجرة النبي، مع أن هجرة النبي كانت في ربيع الأول، إلى أن التقويم الهجري بدأ بأول شهر كان وهو شهر محرم. يعني منذ القديم كان الأشهر أول شهر هو محرم، ثم صفر، ثم ربيع الأول، يعني أسماء الأشهر وترتيبها كان موجود منذ القدم. عندما وضع التقويم الهجري وضع كبداية الحساب منذ هجرة الرسول كأول سنة. وكذلك وسع المسجد الحرام والمسجد النبوي لأن في عهد عمر، لأن كثر الناس فاحتاجوا إلى توسيع المسجد الحرام والمسجد النبوي. وسوف أذكر بعض المواقف عن عمر، ونختار حادثة واحدة فقط لأن هناك كثير من الحوادث وكثير من المواقف، فلا يمكنني أن أجمعها كلها في هذا الفيديو، فقررت حادثة واحدة. في خلافة عمر رضي الله عنه كان يخرج يمشي في الليل يتفقد أحوال الناس، وبينهما هو يمشي هو وخادمه ورأى نارا تظهر من بعيد، فقال لخادمه لعل هؤلاء صارت لهم مشكلة. فلما اقترب من تلك النار وجد امرأة ومعها أولاد صغار، فتوقف بعيدا وقال: سلام عليكم يا أهل الضوء. قال أدنوا أي هل أقترب؟ قالت المرأة: إن كان عندك خير أدنو، وإن لم يكن عندك فارج، أي لا تقارب. فاقترب عمر فسألهم عن حالهم. قالت: أنا أطبخ لأطفالي. قال: ماذا في القدر؟ قالت: ماء. لا شيء، أنا أعللهم به حتى يناموا، أي أوهمهم أن الطعام سوف يجهز حتى يناموا وليس لدي ما أطعمهم. وتقول له، يعني تقول لعمر وهي
تقول له: الله بيننا وبين عمر الخليفة. هي لا تعلم أن من يكلمها هو عمر. فقال: وما يدريه عنكم؟ أي أنت لم تذهبي إلى عمر تطلبي منه ومنعك؟ قالت: يتأمر علينا ثم يخفيه أمرنا. كان يجب عليه أن يخرج ويرى ويتفقد أحوال الناس. فطلب عمر من خادمه أن يحضر لها كل ما تحتاج. فذهب الخادم إلى بيت المال، وكان عمر رضي الله عنه أول من وضع بيت المال، فأحضر لها ما تحتاج، وأعدت المرأة الطعام للأولاد. وعندما بدأ الأولاد بالأكل قالت المرأة لعمر: أنت أحق بالخلافة من عمر. فقال عمر: هوني عليك يا أمة الله. فجلس عمر بعيدا حتى ينتهوا من الطعام. فعندما رآهم انتهوا من الطعام وبدأ الأطفال يلعبون، أي أنهم شبعوا، ذهب. وكانت هناك كثير من المواقف التي حدثت مع عمر وهو يخرج يتفقد أحوال الناس. كان في عهد عمر فتوحات كبيرة جدا، أهمها معركة القادسية، موقعة أجنادين، فتح بيت المقدس حيث ذهب عمر بنفسه وفتح باب المقدس في عهد عمر في السنة 6 من الهجرة. فتح تستر، معركة للمسلمين مع الفرس، ومعركة نهاوند ثاني مع الفرس. توفي عمر في السنة 23 للهجرة. قتل وهو يصلي الفجر حيث طعنه أبو لؤلؤ المجوسي. وقد كان عمر سأل الله الشهادة وقال: إني سألت الله الشهادة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: من أراد الشهادة خرج إلى القتال. قال: هكذا سألت الله وأرجو الله أن يجيبني. فأجابه الله سبحانه وتعالى، وتوفي شهيدا في مدينة رسول الله على يد أبو لؤلؤ المجوسي، حيث طعنه، ويقال أنه طعنه بخنجر مسموم، أي أنه جلس أياما بعد طعنه ثم توفي. هذه هي كانت القصة تاعنا لنهار اليوم لعمر رضي الله عنه. ما تنساوش تشاركوني مواقف أخرى عن عمر في التعليقات اللي انتم تعرفوهم، وما تنساوش ديروا لي جام وتشتركوا في القناة اللي مازال ما اشتركتش، وتبارطاجيو القناة مع الناس العزاز عليكم باش تعم الفائدة. وما بقى لي غير نقولكم: دمتم في أمان الله وحفظه.